ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض طريقة المخلل الخيار وطريقة مخلل الشطة. ما شاء الله، الخيار بيتاكل كده في البق كده قرقشة، طعمه روعة، وكمان القرقشة باينة فيه قوي. ما شاء الله، كمان نفس اللي انت بتشتريه بالمطاعم بالظبط. ولو عرفتي الوصفة والله ما عنديش هتشتري خالص مخلل من بره. زي ما انت شايفة، خيار على شطة زي ما انت شايفة كده. طبعا انا الخيار طبعا زي ما انت شايفة انا جايباه طبعا صغير. حتى لو في مثلا خيارية كبيرة ولا حاجة انا بقطعها نصين. تقدر تقولي لا، اقطعها نصين ازاي؟ هو كده كده هيطرى معاكي وهيبوظ. لا، ولا هيطرى ولا هيبوظ. والله العظيم لو عملت نفس الوصفة اللي انا عملتها ديت هيطلع معاكي ممتاز جدا. زي ما انت شايفة، طبعا انا بشيل الحتة اللي بتكون الحته الصغيره، الحته تكون اللي هي الصبرة ديت، عشان خاطر بيكون في خيار في نسبه المر كده. تمام. طبعا زي ما انت شايفه انا طبعا الخياره اللي انا بلاقيها كبيره انا بقطعها نصين، والخياره اللي انا بلاقيها صغيره بحطها زي ما هي. زي ما انت شايفه. طبعا لو انت حابه تعملي الفلفل، قصدي الشطه مع الخيار مع بعض، تمام ماشي. لو حابه تعملي الخيار لوحده والشطه لوحدها برضو اللي انت ترتاحي فيه واللي انت حباه. طبعا الخيار بعدها ب4 أيام بتاكلي منه عادي، بس الشطة بتاكلها بعدها بأسبوع، اللي بتسيبيه أسبوع يعني تسيبيه أسبوع قافلة عليه. بس الخيار يعني بعدها ب4 أيام هتاكلي منه. طبعا الكل هيقول ازاي يعني؟ والله العظيم اعملي بس الوصفة ديت وما شاء الله والله هتتبسطي منها قوي. زي ما انت شايفة، هتجيبي شطة حمراء وهتجيبي شطة خضراء، هتفرمهم في الكبة، وهتجيبي ليمون. طبعا لو في شطة حمراء او فلفل احمر مفيش اي مشكلة، هتضيفوهم في الكبة ويتفرموا كده تمام نص فرم. وبعد كده هتجيبي المية اللي انت هتضيفيها على الخيار والشطة، وهتجيبي حوالي 10 معالق من الملح. طبعا انا بعدها ضفت كمان 5 معالق، يعني 15 معلقة من الملح. وهتضيفي كده ربع كوباية من الخل، وهتضيفي معلقتين من الشطة اللي هي البودرة او البودر زي ما انت شايفة. انا ضفت 6 من الكوبايات المية. هتفضل كده تقلبيهم مع بعض كده علشان الملح يدوب معانا. وهتضيفي معلقتين من السكر، هتضيفوهم كده زي ما انت شايفة. طبعا تكوني انت مقطعة ليمون شرايح، والليمون برضو الشرايح برضو هيستوي زي ما انت شايفة. ما شاء الله. خلاص بقى دخلت رمضان، ما عادش حياة بسيطة الا على رمضان. اللي عاوزة بقى تخللي بقى اللي انت عاوزة تخلليه، يعني لسه 3 اشهر زي ما انت شايفة. طبعا وهتضيفي خضار محشي من فوق كده. طبعا لو مش حابة الخضار مش تضيفيه عادي، بس انا ضفت خيار ضفت الخضار، بيدي نفس حلو قوي في المخلل. طبعا الفلفل زي ما انا قلت بيفضل اسبوع، الشطة بتفضل اسبوع مقفولة عليها، والخيار بعدها ب4 أيام هتاكلي منه. ما شاء الله. دي بعدها ب4 أيام. لو مش مصدقاني اعملي الوصفة ديت. ما شاء الله الخيار والله بيتاكل في البق كده، ما شاء الله بيقرقش في البق. طبعا المخلل مش بنعرف نستغنى عنه عن اي اكل، سواء اكل خفيفة سواء اكل تقيلة، اي اكلة الواحد ما يعرفش يستغنى عن المخلل. المخلل ده هو اللي بيخلي الواحد نفسه تتفتح على الاكل. ما شاء الله. المخلل اللي هتعمليه عندك في البيت، طبعا عاوزة اوريكم زي ما انت شايفة الليمون مع الخضار مع الشطة اللي احنا حطيناه او الفلفل اللي حطيناه، اللي هي الحمر اللي احنا فرمناه في الخلاط. ما شاء الله انا جايبه لك كل حاجة زي ما هي، ما غيرتش فيها حاجة. الفرق بس اللي هو استوى. زي ما انت شايفة ما شاء الله. الفلفل طلع ازاي؟ طلع بحاله اكنه من المطعم بالظبط، والله العظيم اكله من المطعم. ما شاء الله. الخيار طلع حلو، الشطة طلع حلوة قوي، والليمون. انا جايبه ليه كل حاجه على الطبيعه، ما غيرتش اي حاجه خالص. زي ما انت شايفه ما شاء
عاوزه اقولك على حاجه، انا فعلا زعلانه قوي ان نسبه المشاهده عندي قل خالص، مش عارفه ليه. يعني المفروض نشجع بعضنا ونقف جنب بعض كده. طبعا احنا بنشجع بعض علشان خاطر ربنا يوفقنا، وربنا ان شاء الله ينجحنا. وانا طبعا بشجع بربنا وبيكم. واتمنى يكون الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. اتمنى منك بلايك وشير واشتراك للقناه. اتمنى منك تكونوا بخير وسعاده. مع الف سلامه.